والنظام ده مش مجرد مارش بيطفي وبيشتغل، ده منظومة هندسية متكاملة مصممة مخصوص عشان تتحمل التشغيل المتكرر. وتعالوا نبدأ بأول جزء من المنظومة دي وهو المارش. المارش العادي بيبقى فيه ملف واحد بيدفع ترس عشان يعشقه في الكرنك ويقدر يقوم الموتور، لكن المشكلة هنا إن ما ينفعش الترس ده يتعشق في الكرنك إلا لو الموتور واقف تماما، ودي مش الحالة دايما مع نظام ستارت ستوب. ساعات النظام بيشتغل ويقفل الموتور، وقبل ما الموتور يتوقف تماما عن الدوران تتقرر انت انك تتحرك وتدوس بنزين. فالعربيه المفروض تتحرك دلوقتي، والمفروض ان الستارتر او المارش يعشق الترس ويقوم الموتور تاني. طب ده هيحصل ازاي؟ من هنا استعملوا مارش جديد اسمه تاندم سولينويد ستارتر، وده ببساطه مارش فيه ملفين مش ملف واحد زي المارش التقليدي، واحد بيدور الموتور والتاني بيشبك الترس مع الكرنك في نفس اللحظه. وبالفكره العبقريه دي خليته يقدر يشغل الموتور في بوينت 3 من الثانيه قبل حتى ما تشد رجلك من على الفرامل وهتبدا تدوس بنزين، وكمان يقدر يخليه يشغل الموتور حتى لو الموتور كان لسه بادئ انه يطفي. الفرق التاني عن المارش التقليدي ان ده معمول لعمر تشغيلي عالي جدا. تويوتا مثلا قالت في دراسه فنيه انه بيستحمل من 300 ل 400 الف مره تشغيل، بحسبه بسيطه تقريبا يعيش من 10 ل 12 سنه تشغيل يومي للعربيه.